السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الدوناتس. أنا عارفة إن في ناس ما بينجحش معاها الدوناتس، وفي ناس بتخاف تعمل، ولا جمدي قلبك واعملي الدوناتس بالمقادير دي مظبوطة بالشعرة. جايبالك مقادير جميلة جدا ومظبوطة بالشعرة. أهم حاجة في المقادير دي كلها نوع دقيق. بس قبل ما هنبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه عندي الدقيق، نوع الدقيق هو اللي هيخلي معاكي الوصفه تنجح او تفشل. انا عايزه دقيق قوي، عرقه قوي، نسبه البروتين فيه تكون عاليه، نسبه البروتين فيه تكون من 11 ل 14. طبعا كل ما كانت البروتين فيه عالي ان الوصفه تنجح معاكي. يعني عايزه نسبه البروتين فيه مثلا تكون 14، هاتي دقيق قوي من السوبر ماركت. دي اهم حاجه في الدوناتس. معايا نص كيلو دقيق هنخله، وبيضتين كبار. لو البيض صغير يبقى 3 بيضات، ومعلقه كبيره لبن بودره، وعلبه زبادي، وربع كوبايه لبن، و60 جرام زبده، و60 جرام سكر، وذره ملح. طبعا ومعلقه كبيره ممسوحه خميره 7 جرام. الخميره ممسوحه مش كتيره. وعلى طرف المعلقه ربع معلقه صغنونه خالص كيك شيف، ده فيه محسن، نسبة محسن عشان يطلع النتيجة مظبوطة بالظبط. هضيف اللبن البودرة مع الخميرة مع السكر مع الزبادي مع البيض مع معلقة صغيرة فانيليا. وطبعا وهعجن كويس جدا جدا. العجينة في الأول ما تكونش، مش هتكون بتلزق. طبعا هضيف في الآخر خالص 60 جرام زبدة، وهعجن لمدة من 10 دقايق لربع ساعة. أهم حاجة تعجني كويس جدا جدا لحد ما يكون لها إيه عرق. اعجني كويس، كل ما عجنتي كويس النتيجة تطلع معاكي فظيعة رهيبة، تطلع معاكي الدونات خفيف جدا وحلو. والمقادير هكتبها لك في صندوق الوصف. يعني أهم حاجة اعجني كويس جدا جدا. طبعا انا معايا معلقه كبيره زبده البيستاشيو، وحطيت عليها معلقه كبيره زيت، وقلبتهم كويس جدا جدا، وهركنها عشان دي هزين بيها. وهعمل بقى معاكم حشوه حلوه قوي قوي. معايا كوبايه لبن، ومعلقه كبيره نشا، ومعلقتين بديل النوتيلا، ومعلقه صغيره فانيليا او كيس فانيليا، ومعلقه صغيره كاكاو خام يكون نوعه حلو، خام اسباني او كاكاو دريم. طبعا هضيف الكلام ده كله على النار مع التقليب. وفي الاخر خالص هضيف مكعب زبده او معلقه قشطه، اي حاجه بتعزز الطعم معايا. بديل النوتيلا هنا انا جايباها من العطار، بيبقى عنده جرادل كبيره كده شويه، بيبيعها سايبه عادي. او لو عايزه تجيبي علبه هاتي. طبعا الخميره هنا عندي اختمرت، العجينه عندي هنا اختمرت. رشيت رشه بسيطه على الرخامه دقيق. وطبعا مش هطلع الهواء منها، هخليها عشان وشها يبقى ناعم معايا. هفردها بالنشابه لسمك 1 سنتي، انا مش عايزاها رفيعه، انا عايزاها سمكها يكون تخين شويه، 1 سنتي. انا هوريكم السمك دلوقتي وانا بفرد. امشوا معايا بالمقادير بالظبط، وان شاء الله تحصلوا على احسن نتيجه. الدقيق لما يكون عرقه قوي مش هيشرب زيت معاكي وانتي بتحمريه. وهنا الخميره برضك لو زودتي الخميره عن اللي قلت عليه برضك هيشرب معاكي زيت. والبيكنج باودر ربع معلقه صغيره، يعني امشي بالمقادير بالظبط. هتطلعي دونت حرفيا طازه وجميل، وربنا يحسن ما بين ايدك. بوريكم السمك هنا 1 سنتي. يعني عايزاه تخين، يعني وسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. هنا ما عنديش زي اي بيت مثلا، انا عندي الاداه بتاعه الدونتس، بس انا بوريكم يعني. انا ما عنديش، هنجيب غطا، غطا اي حاجه، عندي برطمان يكون وسط زي ده بالظبط كده، وهشكل بيه. وبالبلة بتاعت البسكوت او البيجي فور هعمل بيها الفجوه اللي في النص، عشان يبقى معايا وحده الدونتس. الوصفه سهله، بس اهم حاجه اللي قلت لكم عليه، التكات اللي قلت لكم عليها. هنا الزبادي في ناس بتعجنها بلبن، بس انا بعجنها بزبادي ولبن رايب وسوري، ومعلقه لبن بودره، علشان بيخلي العجينه هشه معايا وطريه. يعني حتى لو قعدت معاكي يومين 3 هي مش هتقعد اصلا، هتتنسف ما شاء الله. بس احنا بنفترض لو قعدت معاكي تفضل العجينه طريه وهشه. طبعا هنضيف ربع كوبايه لبن على ميه واحنا بنعجن. بضيف لكل واحده دوناتس قطعه ورق زبده، عشان انا عايزه لما اجي احطها في الزيت ما المسهاش، عشان خاطر ما بوظ الشكل بتاعها.
وبرش عليها بردك رشه دقيق بسيطه على ورق الزبده. امشوا معايا بالخطوات بالظبط، وان شاء الله تعملوا احلى دونتس باذن الله. واللي ما دس لايك بقى يدوس لي احلى لايك، اللي عجبه الفيديو يدوس لي لايك. هنا بختبر الزيت بعود شيش. الزيت معايا هنا هيكون وسط، يعني ايه، ما يكونش سخن جامد ولا هادي قوي، وسط يعني هيبتدي يسخن في بداية ان هيسخن، يعني عايزة درجة الحرارة تكون وسط، علشان دي عجينة طلعيها مستوية. هي بتاخد على كل جنب دقيقتين بالظبط، دقيقتين دقيقتين على جنب ودقيقتين على جنب، هتبقى مستويه معاكم وهتبقى زي الفل باذن الله. عايزين بقى لايك حلو كده منكم، تشجيعا منكم، وكومنت حلو كده لو عايزين اي حاجه تستفسروا عنها. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، عشان طبعا تفرحوني وعيلتنا تكبر طبعا بيكم يا رب. اي تظبيطات بقى ايه ظبطوها. يعني دي حته عجينه كانت طالعه شويه، انا ايه حشتها بالمقص. طلعوه بقى على شبكه، طلعوه على صينيه، هي كده كده مش شاربه زيت. وده بيرجع زي ما قلنا، انا معلش انا بكرر كتير عشان حرام، انا مش عايزاكم تبوظوا حاجه. بيرجع لنوع الدقيق، وبيرجع الخميره، طبعا نوع الدقيق اهم حاجه، وبيرجع ما تزوديش الخميره، زي ما قلت معلقه ممسوحه خميره، وقسيها لو عندك ميزان 7 جرام. ده شكل التزيين، طبعا زينه زي ما تحبوا. التزيين ده طبعا على ذوقكم، وزي ما يعني زي ما تحبوا يعني، والحاجه المتاحه عندكم زينوا بيها. انا هنا زينت بشوكولاته باللبن، يعني بالحليب. وطبعا حشيتها زبده البيستاشيو اللي هي الفستق. وطبعا اي حشوه تعجبك، احشيها كاسترد، احشيها اي حشوه تعجبك. طبعا هنا بسكوتات واشكال كده ايه كانت عندي، وبديل بردك النوتيلا. هنا بص العجينه هشه وجميله.